المسلم ما زال يكرر، وعلى مدى 1400 عام نكح صلى الله عليه وسلم عائشة عندما كانت في 9 وكان في 54. نكح صلى الله عليه وسلم زينب بعد أن نال منها زيد وطرا. نكح صلى الله عليه وسلم صفية بعد أن قتل والدها وزوجها وأخاها. نكح صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية بدون عقد زواج، بدون شواهد على فراش عائشة. غزا صلى الله عليه وسلم، سبى صلى الله عليه وسلم، غنم صلى الله عليه وسلم. القرآن أجاز لمحمد أن يسرق، طالب بقطع يد السارق بطريقة بربرية دون أن يشير من قريب إلى بعيد إلى الظروف التي دفعت السارق لأن يسرق، بينما في الوقت نفسه سمح لمحمد أن يسرق 5 الغنائم. ليس هذا وحسب، بل أن يجعل الله شريكا له في سرقة تلك الغنائم. مع العلم كلمة غنم في القاموس العربي تعني سطى على ما ليس له. المسلم ما زال يكرر: سبى صلى الله عليه وسلم، غزا صلى الله عليه وسلم، غنم صلى الله عليه وسلم، أمر صلى الله عليه وسلم بتقطيع جسد عسماء بنت مروان، أمر بقطع صلى الله عليه وسلم. ما دام الله ترك كل شؤون هذا الكون وراح يصلي على محمد منذ أن أصبح نبيا وحتى تاريخ اليوم، رغم كل الجرائم التي ارتكبها، سؤالي: كيف يستطيع القائمون على إصلاح الإسلام أن يقنعوا المسلم بأن هذه الأعمال شنيعة ومنافية لكل خلق؟